تمشي كرة باليسار، كرة لبركان، خطيرة العرضية طويلة ما يخرج الحارس، والهدف الأول فرصة كبيرة وضاعت. حارس باش يستنى باش يوم التحولات خطيرة جدا من لاعبية باس واحدة ممكن يلانسي المهاجم. فريق بركان سجل 8 أهداف في المجموعة. تصور مباراة مثيرة، كل فريق عنده القدرات الإمكانية. المغربية الآن بشوطة رايدة، ضربة ضد الترجي أو الأهلي، الذهاب في تونس أو في مصر والإياب في جنوب أفريقيا. هنا خطيرة، فما تسلل مبدئيا، كرة خطيرة والهدف الأول، ولكن أوفسايد. أوفسايد تسلل. حكم المساعد يعمل البروتوكول الفار، يعطيه باش تكمل الصورة عشان بعد إذا فما غلطة الهدف يصل، لكن أوفسايد واضح. سيكون عربي مؤكد الفائز من بركان والهلال ضد بيراميدز أو الجيش الملكي، وخطورة هلالية. كرة طويلة مرة أخرى ويخرج الحارس. تمشي كرة مرة أخرى للهلال، ممتاز الفريق الهلالي. يمشي الكرة كوليبالي، هذا كان قريب من الترجي الموسم الماضي. ممتاز، هدما خطير، الهدف الأول. هدما 1-0، جاهم الدادومة يحط 1-0. جول الهدف الأول. الهلال كنت نحكي على ثقة السودانيين في الهلال، وكنت ما زلت كي نحكي لكم على قيمة هدما كوليبالي، يعطي في الكرات من غير حسابات كادوات، حتى هو العيد قرب يا عبدو. الهلال من اجل العوده المربع الذهبي بعد 11 سنه من الغياب، من انه الهجوم احسن وسيله للدفاع، ممكن ايضا ما يطمنش برشا لدفاعاته. وهذه كره خطيره، والهربه المغربيه والدخول والعرضيه، وينه في القائم الثاني؟ ما فما ولا مغربي. ترجع الكره وفي خطا، عرضيه ممتازه خطيره، كرشوم موجود، ريان عبيد، كرة بالراس، تصدي دفاعي، هو صمود دفاعي وعودة الهجوم والتسديدة والعارضة، القائم مش ممكن، والحارس يتصدى والهدف يضيع والاوفسايد موجود. غير محظوظ بالمرة بركان، قاضي أو القائم يتصدى. كانت الكرة من رقم 8 أيوب خيري في أحلى ألعاب بركان في المباراة. النهضة تسديدة والأروع كانت من الكابتن، نصف ساعة بركان يقرب. شوف الكرة كيفاش رجعت، خذاها بالراس، بعدها بساقه، خذاها المغربي، شات كرة من 30 متر وباف العارضة. تفرق في الكرة، شوف السرعة ولا حياله. ترجع الكرة للهلال، الهلال يحاول يدخل منطقة الجزاء، ممكن جدا انتظار، يمشي البورندي، يدخل يشوط كرة ممتازة، هو الحارس يتصل. ممكنة لنهضة بركان، يلعب بركان، كرة ترجع بالراس سهل الحارس. 1-0، الهلال يتقدم وبركان يعدل ركنية أخرى، ركنية من اليسار تتلو ركنية اليمين، ممتازة للفرقة الهلالية. العرضية خطيرة مش ممكن، فرصة كبيرة للهلال، هربت الكرة بالغربال، يضغط الفريق السوداني، فرصة كرة على اليسار، خرجت ممتازة من البورندي ويتصدر. محاولة مغربية، المغربي يتعادل الآن ممكن في عرضية بدون عنوان، ضربة مرمى ركنية للفريق المغربي خطيرة، دفاع يتصدى مرة أولى، مسات الصعوبة الأخيرة على الهلال الآن، عرضية ممكن جدا، مش ممكن فريق ملا ودراجون. كرة يوسف ماري، هذا التصدي الأسبوع في إفريقيا، بعيدة على الطريق اللي شدها فريد بالراس مرة أخرى، ركنية. الفار موجود بداية من هذا الدور، احتجاج مغربي على لمسة يد سنغالي، كان يطمن اصحابه يقول لهم لا خوف علي. شوفوا الزوايا، هو الحكم تاع ماتش تونس والغينيا الاستوائيه خلفينه بنتيجه جيده لحامل اللقب بيراميدز في ارض الرباط امام نادي الجيش. المباراة الثالثة اليوم، الهلال متقدم في بركان
وغدا الكلاسيكو عن طريق القائد هؤلاء 23 يلعب الكرة بالراس خطيرة في الدفاع خرجت بعد اسيست والتوغل ممتاز من كوليبالي بينما هناك كرة وفرصة مغربية هذه خطيرة العرضية إمكانية وفي خطأ فاول برا ويقول ضرب. نعاودوا نشوفوا اللقطة إذا فما خطأ برا منطقة الجزاء واضح خطأ في رأيي موجود جاج من القائد خيري ماذا قرر توما بونجيل من توما بونجيل في قمة عربية ممتازة المراوغة أكيد هو دامع كوليبالي يدخل كوليبالي راوغ مرة أخرى مش ممكن وفرصة لفريق الهلال والركنية عباد المراوغات هو بالطبيعة كما قلت لك من الستيل نتاعو هو كوليبالي المساوي في الركنية الهلال يقول بينالتي بونجيل لحد الآن قراراته موفقة يقول ركنية نعاود نشوف اللقطة كولي يرجع نهضة بركان للاتاك كرة من نهضة طويلة وكرة والدفاع أو الاندفاع 6 اللاعب محمد أحمد ركنية جديدة على فكرة ارقام كرة ثابتة باش تكون مهمة في هذه المباراة شويعر خطيرة بالراس اوت محاولة ضاعت من الفريق اللاعب على أدم كوليبالي شوف أدم شوف السرعة فاتوا يا الله فاتوا كوليبالي مش ممكن أدم والحارس السنين للفرقة المغربية بركان في الاتاك كرة من كل ورد يمين العرضية ترجع من الدفاع مرة أخرى الهلال تطور كبير في آخر سنتين قبل هذا الهلال راهو 5 سنين يخرج من دوري المجموعات وهنا خطيرة وسديتي يلعب كرة بمبدأ السلامة في ولكن في راوي الصفار وخلافة التسلل للهلال قوي برشا وسريع برشا كرة خطيرة في تنفيذ ركنية مغربية ممكن لا دفاع يدخل منطقة الجزاء والصعوبة والركنية كرة من شويعر معين والمالكي الإطار الفني التونسي هنا كرة عرضية على القدم الثانية هذه خطيرة تتعادل مش ممكن يسبق ماري والركنية لبركان قلت سيكون الكرة الثابتة الكرة البورندي وسط ميدان ظروفة عبد الرؤوف كوليبالي أداما شاط كرة مش ممكن أداما يتصدى أنس السنيدي 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني صعيب برشا على معين الليلة هو الهلال يتفوق بدنيا هو الهلال يمشي بالسرعات وصلت للبورندي كرة عن طريق جون كيشا يشوط كرة والدفاع مازال ضغط سوداني هو عبد الرؤوف يحل على اليمين يعطي كوليبالي يلعب على غربال 1-2 ما تعداش بين 2 ترجع الكرة دفاعيا وتكتيكيا وتنظيميا كيفاش يلعب بركان ريكي كانف فصل بركان ولعبوا طريقة ناجعة جدا لحد الآن هي ناجحة في المطلق بغض النظر عن النتيجة جديدة تقريبا 15 لصالح في تشكيلة الهلال اللاعب مامادو وهو لاعب نسبة للكرة عادية ولكن بالنسبة للانتظارات اللاعب كان تلعب الكرة لبحيري التوزيعة ما تعداش تبقى لناظر بركان وفي خطأ يمشي بالكرة مباغتة محاولة مغربية عرضية والكرة بالشبكة التقدم مازال سوداني التسديدة كانت من عماد الرياحي البحيري مساوي جرها له خطيرة برشا هذه خطيرة برشا والركنية والحكم متأكد هذه خطيرة هذه الهربة هذه الدخلة شعمل هذه الزاوية ما فما شيء واضح نعاود نشوفوا اللقطة انه اللاعب الكونغولي مس المهاجم المغربي نعاود نشوفوا اللقطة
بالنسبة لي يدافع على قراره الحكم جنوب افريقيا. لا يعطينا المباشر، لا لقطة مهمة جدا. حكم ماذا قرر؟ الصفالتي على بركان اعتقد، او لا هي حمراء قال له لا، فما صفرة فما حمراء على بويلة. بركان امام فريد ودراجو. التعادل المغربي رغم محاولة ودراجو، يسجل الفريق المغربي هدف التعادل، والمباراة ستكون صفرها الحكم، والنتيجة هدف التعادل عن طريق الشويعر.